مساء الخير. أنا بسجل الفيديو ده تضامنا مع حق الباحث عبد الخالق فاروق في إن هو يحصل على حريته، وإن اجتهاده في عمل أبحاث وإظهار حقائق متعلقة بالإنفاق في ميزانية الدولة المصرية في غير صالح المواطنين المصريين محاولة للاجتهاد. وكان مفروض ان يتم مناقشة جهده اللي نزله في عدد من الكتب ومناقشته فيها بشكل عام للوصول إلى أفكار وحلول ومخارج للأزمة الاقتصادية اللي بتعيشها مصر وكلنا عايشينها. لا يمكن أن يكون الرد على التعبير عن الرأي أو طرح وجهة نظر يكون الرد عليها السجن 5 سنوات. الأسبوع الماضي تم انتخاب مصر عضوة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والعضوية دي ل3 سنوات. والدولة اللي يتم قبول عضويتها أو انتخابها في هذا المجلس بيبقى عليها التزامات، ومن ضمن هذه الالتزامات إنها تعزز حقوق الإنسان وإن هي تحميها في أي مكان في العالم باعتبارها عضو في منظمة أممية. فما بالنا بقى في الدولة نفسها على أرضها ما بين مواطنيها؟ من الأولى أن الدولة تحمي مواطنيها وتطبق الدستور. والدستور المصري واحدة من أهم حقوق الإنسان فيها هو حرية الرأي والتعبير، حتى لو كان في اختلاف مع وجهة النظر دي بالأرقام، حتى يتم النقاش ومواجهته بالأرقام الحقيقية. وإحنا بنعاني في مصر بشكل عام حول يعني عدم توافر البيانات والمعلومات الحقيقية عن أي شيء بيتم في مصر. وده اجتهاد من الباحث عبد الخالق فاروق لا يمكن أن يكون الرد عليه بحبسه. احنا بنقول كمان ان مش بس حرية الرأي والتعبير تم انتهاكها في مصر، لكن كمان كفالة حق الدفاع. هيئة الدفاع في القضية في محكمة أول درجة لم تمكن من الاطلاع على ملف الدعوة علشان تقدم مرافعتها ودفاعها عن الباحث عبد الخالق فاروق. وده أمر غير قانوني وغير مقبول، ولا يقبله القضاء ولا المحامين ولا أي مسؤول في الدولة على الإطلاق يعني. فاحنا بنناشد كل المسؤولين إنهم يراجعوا هذا الموقف. كل من يعبر عن رأيه لا يحبس طبقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وبنطالب بحرية الباحث عبد الخالق فاروق.